السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة مستر أحمد تمرضين. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نكلمك عن موضوع مهم جدا، وكله بيدور في ذهنه الموضوع ده. تمام، اللي هو موضوع إزاي أقفل تشيك ليست فاينل تمريضي العملي. تمام، بس قبل ما أكلمك عن الموضوع ده لازم دلوقتي تنزل تعمل اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس وتعمل اللايك وتدعم أخوك. تمام، علشان أبدأ أنزل لكم كل حاجة. طبعا انتوا عارفين إن احنا في وقت امتحانات وكده، فده كله من وقتي، فأنا بحاول أساعدك على قدر الإمكان. فطبعا أنت دلوقتي طبعا نزلت عملت اشتراك، فعلت الجرس وعملت اللايك. تمام، تبدأ بقى دلوقتي أكلمك إزاي أنت تقفل التشيك ليست ده. طبعا التشيك ليست ده بيبقى عن كذا بروسيجر، يعني كل البروسيجرات اللي أنت خدتها، كل السكاشن اللي أنت خدتها على مستوى الترم، فلازم طبعا تكون مذاكره، حافظ الخطوات. وقبل ما تكون حافظ لازم تكون فاهم. تمام، يعني انت دلوقتي انا منزل عندك هنا في القناة، منزل ميديكيشن اي ام ولسه سي، ومنزل فيتال ساينس، وهنزل لك البلاد بريشر، وهنزل لك كل البروسيجرات باذن الله. فطبعا لازم تكون عامل ايه، اشتراك في القناة، وعامل فعل زر الجرس، وعامل اللايك طبعا عشان تشوف كل الفيديوهات ديت تقفل الامتحان. تمام، دخلنا مثلا قلنا مثلا هتاخد البروسيجر هاند واشنج، وليكن انت لازم طبعا تكون حافظه عارف الخطوة ديت قبل ديت قبل ديت. يعني مثلا مش تبقى أول خطوة مثلا اللي انت تشيل أي إكسسوار من إيدك، أو ضوافرك تكون كلين وشورت قصيرة. مش تيجي تقول لي ديت في آخر حاجة، يعني مثلا تقول لي بعد مثلا لما انت وقفت قدام الحوض وغسلت ايدك وبتاع، تقول لي ايه ده نسيت ان ضفري تكون قصيرة وتكون نظيفة. لا، ما ينفعش. تمام، لازم تكون حافظ كل حاجة ديت بالترتيب. فزي ما قلنا مثلا، وليكن هيكون معاك هاند واشنج مثلا، بلاد بريشر، أي حاجة بقى تخش للدكتورة. أهم حاجة الثقة بالنفس. في ناس دايما بتبقى مذاكرة وبص يعني عاملة اللي عليها وأكتر ما يكون كمان، وتخش متوترة تجيب مثلا 8 7 15، حسب بقى الرقم اللي تجيبه، على الرغم إن هما شاطرين ومذاكرين وعاملين اللي عليهم. أهم حاجة متوترش، اعتبر الدكتور ده أخوك. أنت فاهمني؟ اعتبر أخوك، أنت بتعمل اللي عليك. اعتبر طبعا الدومي اللي قدامك ده، تمام، إن هو شخص. طبعا أنت كده كده بتخش في الفاينل، بيديك وقت، يقولك مثلا يسيب البلاد بريشر في 5 دقايق، مينفعش تعدي الوقت ده. فأنت طبعا لازم أهم حاجة تكون مذاكر ومرتب خطواتك، الخطوة الأولى التانية التالتة كده. تمام، وتبقى عامل اللي عليك. طبعا تخش تصلي أهم حاجة، وتيجي الصبح تصلي وتدعي ربنا أهم حاجة. وهي بعد كده تخش مثلا على الفاينل بتاعك. أنت هتخش عادي، مفيش توتر ولا أي حاجة. قبل ما تخش لازم تكون مراجع، وطبعا مرتب الخطوات في دماغك. وتخش مثلا وليكن هتمتحن في مثلا الفيتال ساينس، التي بي ار مثلا. انت دخلت التي بي ار، قالت لك مثلا يلا ابدأ تي بي ار، معاك مثلا 5 دقايق. تبدأ أول حاجة قبل ما تخش بسرعة كده وتبدأ تشتغل، لأ، انت ترتب طول 5 دقايق دول. قيس مثلا أورا لمدة 3 دقايق، على ما أكون قست درجة الحرارة من بقه، أكون قست له البلس، النبض، أكون قست له الريسبيريشن التنفس. تمام، أهم حاجة تقول مثلا تحسب في دماغك، تقول 3 دقايق مثلا الحاجات ديت. ومثلا لو هزود دقيقة، لو أنا اتأخرت عم حطيت ترمومتر أو هو لسه. فاهمني؟ يعني أنت تبقى حاسب وقتك وما تتوترش. اعتبر الدكتور اللي قدامك ده أخوك. الفاينل ده طبعا أنت عارف إن أنت لو ما قفلتش امتحان الفاينل، أو مش قفلته، أنت لو ما نجحتش فيه العملي مش هتخش امتحانات النظر. فكده أنت الترم بتاعك واقف على امتحان عملي فاينل، فلازم تكون مذاكر. تمام، عشان تخش امتحانات النظر. طبعا العملي مفيهوش غش، يعني مش هتعرف تغش. مش واحد هيخش يغششك مثلا لو في الفاينل، نقطة واقفة معاك هتقول لصاحبك بتاع، هتعدي الحوار. انما في العمل ما ينفعش، انت قدام الدكتور. اولا العمل ده لازم تكون مذاكر وعامل كل اللي عليك، عشان انت تبقى قدامك حالة بينك وبين ربنا. طبعا انت تطلع من المستشفى واخد سنة قد كده، واخد سيئات قد كده. العملي بالذات لازم تبقى مذاكره كويس وعامل اللي عليك فيه، واللي مش فاهمه تخش تشوفه. لأن الحالة ديت تبقى مسلمة لك نفسها، ده مريض مدي زي ما بيقولوا روحه كده ليك بعد ربنا سبحانه وتعالى. تمام، فأنت لازم تبقى داخل، قلنا مفيش توتر رقم واحد. 2 مرتب خطواتك. 3 تخش تشوف الدكتور أو الدكتورة دولت كأنهم أخوك، تعمل كل اللي تقدر تعمله. رابع حاجة، يعني مثلا في حاجة عايز تزودها،
وعارف ان هي صح اعملها، فاهميني؟ وان شاء الله تخش تقفل الفاينل وذاكروا شد حيلكوا وان شاء الله هنزل لكم البلاد بريشر في اقرب وقت. بس اهم حاجه لازم تدعمني وتعمل لايك وتشجع اخوك، تمام، عشان انزل لك كل حاجه. تشترك في القناه وتشير الفيديو ده، وزي ما قلت لك بلاش توتر بلاش توتر. وانت شرفتني ال5 دقايق دول.